ارجع من محل ما اجيت. إذا بتفوت على الضيعة بصفتك أخي، أنا ما عاد قادر فوت على هالضيعة بحياتي. لا تبكي يا أختي، اتركيه علي. لا تتدخل بهالقصة. أهلين وسهلين يا مهران كيرفي. أهلين فيك عمي. طمني عنك يا ابني. الحمد لله. إن شاء الله أمورك بخير، والله اشتقنا لك. إذا زياد بياخدها لجوري بدي أذي حالي، ما فيني أعيش من دونها. أهلين فيك يا أهلين زياد. عمي. مرحبا يا يوسف. أهلين. كيفك يا ابني؟ الحمد لله. كيفك يا مهران؟ طمنا عنك. أنا منيح يا عمي، الحمد لله. جدي إذا ما بتعطيني جوري أنا رح زت حالي من فوق وموت. والله بزت حالي يا جدي. ولك كيف طلعت لفوق يا أخي؟ زت حالي من هون. اسمع يا عمي جدي، شو ما هدد بس. بتعرفوا؟ أنا بدي جوري. بزت حالي والله. والله إذا طلعت لفوق لموتك. والله بعملها. والله الولد جن. أنا بدي يلا جوري. انزل بقى. هون. بزت حالي والله. شو هاد مجنون بحبك يعني؟ جدي قدر كل يوم بمخشكل يا الله. جدي أنا بدي انزل يا جوري. حمار. طيب يا أنسة، وبلكي شكور أغنى إلك عضيعة تانية يعني. لا يا حبيبي، مو بإيده لشكور ينقلني وين ما بده ايمت ما بده. ما بعرف كيف انتقلت الأنسة دانيا من هون. انت متعود عليها وبعرف اشتقت لها. وعد أنا ما رح انتقل مثل الأنسة دانيا، رح ضل عندكم هون. فيك تعتمدي على خالي زياد، والله هو رح يحلها. رح نعتمد عليه. يا ابني يا زياد، شرفتنا بجيتك لعنا. وانت يا ابني يا مهران، جيتك غالي علينا. انتو عيلتنا والله، وشرفتوا ضيعة باساكا اللي هي ضيعتكم. وعرس علي شير ابننا على هيلين ان شاء الله رح يكون عن قريب كتير. وان شاء الله عن قريب يا ابني رح يكون إلي نصيب انه التقي بحج اغا بزيارة عنا. إن شاء الله يا جدي، وعقبال ما نحضر عرس يوسف. ان شاء الله. بعد هالمناسبة رح تصير قرايبنا، رح نصير عيلة وحدة نسند بعض بالأيام الحلوة هي وبالأيام الصعبة كمان. يا مهران، عم يطلعوا حكي على هيلين وعلي شير انه هن هربوا مع بعض، وبسبب هالشي مضطرين انه نعمل عرس كتير كبير ععيون العالم. انا عطيت كلمتي لابوها لهيلين اني رجعها على الضيعة وطالعها عروس من بيتنا، بس صدقني يا اخي لساتنا موجوعين على فراقها. بس شو فينا نعمل؟ بدي سكت الكل، ولهيك ضروري هالعرس يصير، والحج آغا بيوافقني. كل فكرتي إنه ما تزعل منا يا مهران. زياد، لو ما كنت رح تعمله أنا كنت رح أعمله، لأنه الجنازات والأعراس لإلنا. يعني مثل ما الجنازة هي حق علينا وواجبنا، كمان الحفلات والأعراس واجب علينا. يلي عم تقولوه مزبوط، ما بيلبقلكن غير الفرح. تسلم عمي.
أهلين يا زياد. أهلين فيك. مرحبا، كيفكن؟ مهران، شرفتنا. اهلين فيكم. أهلين ابني. أهلا أخي. كيف مرحبا أختي. طمنونا عنكم. اهلين برجال. جبرائيل آغا، هي أختي سوزان. مرحبا يا بنتي. شكرا لكم. أهلا عم. مرحبا عمي جعفر. اهلين فيكم يا رجال. كيفك يا أخي؟ اهلا وسهلا فيكم. شكرا. أهلين. والله أهلاً منوره وسهلاً. فيكم. أهلين نورتوا. فيكم. شكرا كلكم ذوق. أهلين يا رجال. شرفتونا. تسلموا يا شباب. أهلا وسهلا. تسلم، الله يسلمك. على والله راسي. شرفتوا أهلين. الضيعة. تفضلوا على راسي. تفضلوا. اهلين. نورة تفضلوا يا بوجودكم. شباب. أهلين تسلم فيكم. تسلم. شكراً. الله يخلي لنا اياك. يلا يلا على الراس يا شباب، يلا انبسطوا انبسطوا. لا تبكي يا روحي. ليكي شو طالعة حلوة بتجنني. البسها على مهلك. شكرا. ايه شو هاد يا عريس؟ امشي قدامي يلا. تعال. يلا. خلص عمي. ان شاء الله الف مبروك يا بنتي، الله يهنيكي. مبروك مبروك. يلا اطلعي على مهلك يا بنتي. حطي رجلك على مهلك على مهلك على مهلك. الله يحميكي من العين. تمام.
هلا بيجوا. ايه هلا بيجوا. اكيد ابني، على أكيد ما خير. تقول الا ليكن اجوا. الله يتمم اليوم. الله على يسمع خير. منك يا شيخي، وعقبال عرس اخي يوسف. تسلم لي. طولوا يا زياد. ليكن اجوا. هيلين هيلين بويراز بويراز، يلا يا رجال، يلا يا شباب، بسرعة. يلا تعال. بسرعة بسرعة. الله يستر يا رب. بويراز. آمين. بسرعة يا رجال. هرب. تعال شوف. يلا 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 يلا. هيلين 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 يلا يا رجال، بسرعة. ليكو جيبوا لها الكلب. يلا ناولني البارودة. يلا زياد اخا. رح جيبك. انتظر. رح جيبك. وقف عندك. وقف وقف، قلت لك وقف. يا واطي يا تعال كلب، هون. وقف وقف. تعال هون يا واطي. اهرب من هناك يا واطي. فكر رح نتركك. قتلوه. لا تتحركوا. لا تعال يا انت ما حدا سمع عليك. تعال. يلا الحقوني. يلا جيبوه. امشوا. لا تعال تعال. يلا ولك. الحمالة بعدوا لي، رجعوا بعدوا لورا. لي. ارجعوا لورا.
بعدولن هات عنك. على مهل. على مهلكم. على مهلكن. بعدوا عنا يا جماعة. هيلين يا بنتي، طول بالك يا جعفر. ارجعوا لورا. على مهل. شوي. على مهل. بعده شوي. يلا يلا. هيلين، يلا يا شباب، يلا يا شباب، ارجعوا على السيارات. يلا يا جماعة خلونا نلحقهم. يلا يا شباب، بسرعة بسرعة، يلا الكل على السيارات. يلا يا شباب خلونا نلحقهم بسرعة، يلا. وقفوا لك اسمعوني انت وياه بس. يلا لك شو بسوي؟ خلص بقى الوسخة يا ولد. عملكم ما حدا يقرب. خلاص بكفي. خلص بقى وقفوا يا بس. ركب السيروم فورا. اعطيني شاش. رح أسلى ضغطها. جهزت لي الشاش؟ بسرعة شوي. ثانية يلا. يلا أسرع. حط هون. هيك منيح؟ تمام. جيب قطعة شاش تاني. يلا تمام. يلا رح لفها. دكتور ضغطها واطي كتير. توقعت هالشي. أعطيها أكسجين بسرعة. تمام. يلا. فتحتها. تمام. نبضة طبيعي. يلا شغلي جهاز التخطيط. أكسجتها صارت منيحة. ايه منيح. علي شير هدي شوي. ليش دائما بيصير هيك معي انا؟ ليش بالاول قوصوا اخي وهلا مرتي. تعالوا من دمه. ولك بعدوني بدي خلص عليه. اهدوا شوي، اهدوا لشوف. هذا الزلمه بده قواص. ما حدا غيري رح يقتل هالكلب اذا هيلين بتموت. إذا هيلين بيصير له شيء هو رح يموت. الكلب بكل الاحوال. هو اللي خلانا نبيع اراضينا بالرخيص مشان السد. لا تقربوا بنوب. لازم نقتله. مثل ما قلت، حياته لهالكلب متوقفة على حياتها. اذا هيلين بتموت رح اشرب من دمه. قرار موته حياة هالكلب أنا اللي رح آخده، ولبين ما يوصلنا خبر اوعكن حدا يعمل له شيء. ما حدا رح يوقفني عنك والله، لخلص عليه والله. مثل ما وصيتك يوسف. تمام زياد. قبل ما نعرف شو صار مع هيلين ما بدي حدا يقرب عليه، فهمت؟ خلي عينك عليه. أمرك. قديش بدي ضل انطر لقتلها؟ خلصنا عمي حسن. إذا هيلين بتموت رح أدفنه هو عايش. فهمنا يا عمي. والله لا أشرب من دمك والله. يوسف أمرني. ما عندي وقت لأتناقش بالموضوع. اعمل اللي قلت لك عليه. استناني ها؟ تمام.
تحرك ولك تتحرك بسرعة لك هروب. يلا اسرع اسرع. خبرني شو صار؟ تمام، كل شي جاهز. خلينا نشوف ضغطه. شوي شوي يلا شوي شوي. شوي شوي. افتحوا لنا طريق يا جماعة. يا جماعة بعد شوي لو سمحتوا. حبيبتي لو سمحت. بعدوا عن المريضة لو سمحتوا. بعده إذا بتريدوا. بعدوا شوي يا جماعة. بعده عن المريضة. الله يقومك بالسلامة. فهمني شو صار، فهمني وياه. كل شي كان تمام. كنت بدي أوصل لزياد وفجأة قامت الأيامي وهيلين وقعت عن حصانها وشفتها بالأرض، وهذا اللي شفته. بس والله بعد ما وقعت هيلين ما بشوف لك غير سعده آغا طاير ركض وعم يهرب منهم. والله حصان ركب عليه زياد وراح دغري باتجاه سعده. والله أنا حاولت ألحقه، كل الضيعة ركضت وراه. والله لك حيوان، تركتوا سعده لحاله ونفدتوا بجلدكم. بس ما فيك تلومنا يا آغا، كنا عم ننفذ مخططك بالحرف نحن، وسعده خرب الموضوع. انه شو جاب سعده لهنيك ما كنت اعرف والله. والله إذا بيصير أي شيء لسعده ما رح تحس على حالك إلا صرت متلاقح بالأرض. اجتنا الفرصة على رجليها، يا أما بيوافقوا على كل شروطنا أو هالكلب رح يموت. لازم نستغل مسكته لصالحنا، ما رح نخليهم ينفدوا بعد اللي عملوه بنوب. هاد ما قوص هيلين. شلون هيك بالله؟ لك مين قواص؟ رح نقول طوص عليها بالغلط. رح نحطها براس واحد منا. زياد اتركها علي وعلى مهران، أنا بساوي لك اللي بدك إياه. زياد شو رجعنا لهالألعاب؟ زياد أنا شفت وساخة الأندال كتير بحياتي، بس هلا كل شي انكشف. خلي هالمهمة لإلي. يا جماعة أنا ما عندي أولاد، خلوني أنا أروح. تمام، أنت اللي قوصتها. اسمعوني كتير منيح. هلا رح تساوي اللي بقلكن إياه بالحرف، وكل شي بيضل بالسر. يلي بدنا نساويه ماله سهل أبداً، بس شو بدنا نعمل؟ نحن مجبورين. هيلين انصابت بالغلط بهي البارودة. لا تبكي سوزان، خلص يا عم رح تقوم بالسلامة، مو هي قوية؟ لا تبكي. يا بنتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. طول بالك، والله رح تصير منيحة. راحت البنت. هي قوية يا جعفر. هيلين على شير. هيلين طول بالك. هيلين طول بالك يا ابني. قومي. اهدى شوي. ما بصير هيك. هيلين عليه هدا. ما بصير هذا الشيء. بعدولي هيك. خلص عود. اهدى شوي. وقفوا بعيد. اهدى يا ابني، روق بس شوي. طمنونا عليها. طول بالك روقي شوي، يا روقي ابني. خلص حبيبتي. ما بصير اللي عم تعمل. بس يا ابني. أخو لهذا الوسخ رجع خلانا نعلق ببعض. لسه هذا أوسخ. كيف لي أوص حدا بيحبه؟ هيك الحب عندك؟
هيك بتنتقم منه بالله؟ أحسن له إنه هيلين تعيش. لازم يدعي إنها تعيش. حياته لهالواطي بتعتمد على حياتها. إيه والله. شو الأخبار؟ لسه ما طلعت من العمليات. السلام عليكم. وعليكم السلام. طلع اللي قوص هو سعده وزياد مسكه يا آغا. عايش ولا ميت؟ والله ما بعرف. تمام. عم يقول زياد مسك اللي قوص. زياد مسك اللي قوص. هيلين عم تسمعيني؟ هيلين حبيبتي الحمد لله على السلامة يا روحي. يا رب طمنا يا دكتور. يا الله. هيلين حبيبتي طمنا كيف وضعها؟ بصراحة ما فيني أعطي جواب هلأ. حياتها هسه بخطر. نحن عملنا اللي علينا، ما لنا غير ننتظر. شو صار؟ كيف صارت هيلين؟ هلا هي بغيبوبة، بس قلنا شو سويت بالمجرم؟ ما في مجرم بالقصة، لأنه العروس طوص عليها بالغلط. بتصير هيك حوادث. انت سامع حالك؟ عن أنا حادثة عم تحكي. انت عم تغطي عن المجرم يعني؟ ما عم افهم عليك يا زياد. من اليوم ورايح انا بحياتي ما عاد اعتمد عليك. انقلع من وشي، ما عاد يشوف وشك، بتضيع ابدا. اهدى شوي، روق. ما بصير يا اغا، ما بصير تعلقوا هيك بالمشفى. اهدوا شوي، لا تفرجوا العالم علينا. زياد بيعرف يتصرف. مهران انتبه لي على علي شير. يلا يا حج، خلينا نطلع هلأ بنفهم شو القصة. يلا يا أغا. يلا يا حاج، يلا خلينا نروح، هلأ بنفهم شو صاير هنيك. يلا أغا، معه حق، يلا. يلا علي شير، تعال يا ابني، امشي. علي شير يا ابني، اهدى شوي. ان شاء الله هيلين رح تطلع من المشفى بخير. انت بس اتكل على الله. هيلين بين الحياة والموت جوا، وانتوا قاعدين هون عم تتفاوضوا على حياة هداك الكلب الواطي. لو المسألة تنحل بموت سعده يا علي شير، روح اقتله. من لما اجيت على هالدنيا عم بتعذب بثلاث شغلات: الموت والقتل وحيطان السجن الأربعة. هلأ نحن المسيطرين وهن الخايفين منا، ورح يساووا شو ما بدنا. قوصونا وحرقونا وسرقونا، ورح خليهم يدفعوا تمن كل اللي عملوه. ما في حل تاني يا أغا. أنا رح نفذ الخطة اللي ببالي وبلشت فيها أصلاً. نحن بالحرب
إذا بدكن نخسر لا تسمعوا كلامي، وإذا أنتم ما بدكن ياني رح بعد عن طريقكن. انتوا بتعرفوني، حتى لو ما كنتوا مع زياد مهران رح يوقف معكم دائما، بس الخيار الأفضل هو يلي اقترحه. لازم نسيطر على حالنا، ولازم إنه نحكم عقلنا لنغلبه. يا أغا اسمع كلامهم، لازم نسيطر على حالنا. هن بدهم يانا نضعف ونتفرق ليغلبونا. اليوم لازم نوقف مع بعضنا أكثر من أي يوم. وأنا من رأي الشيخ لازم نحط خلافاتنا على جنب، لأنه في ذئب بيناتنا ولازم نخلص منه. إذا بدكن أنا بكفل زياد. إذا إليمي صار له شي رح أخفيه لساعده عن وش الكرة الأرضية. بعيلة ديرجان ما تربينا نقوس نسوان، هذا تصرف جبان. حتى لما قتلوا ابني ما انوجعت بنوب مثل ماني موجوع هلأ، بس نحن ما بنسكت عن حقنا، فشو ما كانت العواقب نحن لازم ندفعهم الثمن. الإيد اللي انمدت رح أقطعها. الحاج درجان. نعم تفضل. حضرتك مطلوب مشان التحقيق. إن شاء الله تمرق هالقصة على خير. بصراحة الرجال اللي قوص هيلين صار عنا بالقسم، وعم يقول إنه هو ما كان قاصد هذا الشيء، وعم يقول إنه السبب رصاصة طايشة طلعت بالعرس. هلأ شو ردك على كلام المتهم صبري شهباز يا آغا؟ شو فيني أقول يا سيادة المحقق؟ الحوادث بتصير، ما فيني لوم حدا. صبري شهباز زلمة كويس وبعرفه منيح، وإذا هو تسبب بهالحادثة بالغلط فأنا ما بدي أدعي على حدا. هن جوا. سيدي زياد درجان وصل هلأ. وصلنا خبر إنك بتقرب الحج درجان يا زياد، وبدنا ناخد إفادتك عن صبري شهباز اللي قوص. هاي رصاصة طايشة يا سيدي، ما فيني أقول غير نصيب. كنت معهم لما أخذنا العروس من بيت العم جعفر وحطيناها على الحصان، وجبت معي البارود اللي دائما باخدها معي بس يكون في أعراس. حطيت الرصاصة بقلب البارودة يا سيدي وقوصت كم رصاصة بالهواء، ولما خلصوا الرصاصات اجيت لفك البارودة لعبيها، بس طلع لسه في رصاصة فيها، وما بلاقي غير هيلين صارت على الأرض. وكم رصاصة كان في بالأرض؟ ما بعرف، كنا عم نقوص. يعني أنت متأكد؟ ايه يا سيدي. ماشي. كنت وقت قواص؟ ايه يا سيدي. مين قواص؟ صبري شهباز. هيك لكان. دور مين؟ لؤي حسين. لؤي حسين ليكني بأمرك يا سيدي. مين قواص؟ هو يلي بعده. مصطفى ابن الحجي. مصطفى ابن الحجي. وين كنت؟ كنت حاضر. وشفته؟ شفته طبعا. مين قواص؟ هو اللي قواص، أنا شفته بعيوني يا سيدي، وأنا متأكد من اللي شفته. أكيد؟ أكيد. شكرا يا عم.
صار ضغطه منيح. شو عم تساوي هالمحامية بالمحكمة؟ ولا كلمة. بس هي المحامية مستلمة قضية السد بضيعتنا. امشي. هيك لكان. طيب قل لي شو بصير معك. تفضل بقى، ما كانوا يقبلوا المصاري. شو بدهم لحتى يرجعوا سعده لكان؟ أول مين عارض جعفر أفندي، ما على أساس ربيته؟ حرقت له زريبته وسرقت له رزقه، فكيف رح يقبل؟ كيف رح يقبل ياخذ المصاري هلا؟ هات لشوف شو رح تساوي يا عبد الله. لا تخاف يا اغا، اكيد الاغا سعده رح يرجع سالم. ادع التليفون. الو، انا المحاميه ريحان. وانا عبد الله يا انسي. تفضلي احكي مع الاغا. شو الاخبار؟ كله منيح. فهمت منهم انه الشغله كانت بس حادثه. بوقت العرس كان في واحد من الحاضرين قوص بالغلط على هيلين، يعني اللي قوص مانو ساعده. وفهمت منهم كمان انه المحامي الطرف الثاني مقتنع بهالشي. خلصوا تحقيقات مع المتهم ومع قرايبين الضحيه، وهن بالمحكمه هلا. يعني مثل ما انك شايف كل شي مزبوط، انحلت القصه. منيح، حلو كتير. ومشان هيلين رصاصة وصلت لتجويف البطن وشالوا لها إياها، والتحقيق بيأكد كمان إنه الرصاصة اللي صابتها طلعت من بارودة. اللي ما رجع ساعده على البيت لهلا؟ لا، ما في أخبار عن سعدو. لازم تساعده يا خانم. سعدو أخي الوحيد، معتمد عليكي وعلى عبد الله. تصرفي أنتي، بس المهم يرجع لي. زياد، اخسر شو ما كان، بس اعرف شو ناوي تعمل. بعرفه لزياد رح يستغل سعده مشان يستدرجنا، وخصوصي انهم ما رفعوا دعوة. حرك لي رجالنا والبلدية لنحاول نهدي الوضع، وقول للحج انه سعده قوص على هيلين لحاله من ورا ظهري. وإذا ما انحلت هيك القصة، ساعتها قلن إنه سعده بإيديكن. قلن إنه شكور آغا ما بده يعلق مع حدا بقى، ولا بده حدا يتأذى. تمام يا آغا. إن شاء الله معافاة. يا حاج، المريضة طلعت من العناية. قوموا. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. قوم نشوفها. شو مشان الجاي يا جماعة؟ يلا امشوا. يا أنسي، شو لازم نساوي مشان ننقذ سعده آغا؟ بدنا نحاول بكل جهدنا ليرجع لنا. في بس واحد رح يساعدنا، وهو مهران آغا. مهران آغا؟ رح قله لشكور آغا، وإذا هو وافق بترتبي لي موعد التقي فيه مع مهران. تمام هيك يا حضرة المحامية؟ تمام. طيب أنا رح أمشي معناتها. الله معك. يا بنتي فقتي؟
بدي اعتذر منك يا استاذ، ما انه موعد للزياره. بدي اشوف بنتي شوي ما إذا تطول. بتريد. ماشي يا بنتي، يلا يا جماعة ما في الحمد لله داعي على للزعل. سلامتك يا بنتي. تكرمي يا حبيبتي. خلوها ترتاح شوي، إذا خلينا بتريدوا نمشي. يا أفندي. تفضلوا. هيلين يا أفندي إذا بتريد بس شوي إذا بتريدي. هيلين طلعي لشوف، شفتي بعينك؟ ما حدا قدر يفرق بيناتنا أبدا. أنتِ منيحة؟ قديشك قوية يا حبيبتي أنتِ. رح ساوي لك عرس مرة تانية وحياتك. يا أفندي بكفي إذا بتريدوا. إذا بتريدوا لازم ترتاح. تمام. تفضلوا لو سمحتوا، تفضلوا يلا. هيك قالوا لك لكان؟ لازم تنتبه إذا وصلت الشغلة للمحامين. قلن نحن رح نحدد وين وإمتى. تمام زياد. بما أنه مجبورين ينفذوا طلباتنا رح نرجع حقوقنا، لأنه حلا بقى نرد اللي عملوا فينا هالكلب. يلي عملته هو الصح زياد. مهران، تاخد جهاز تنصت وبتنتبه على حالك، ولا تنسى أنه عبد الله واحد حقير. رح ربي لك يا وحياتك. جيت مشان اتوسط بين الطرفين. بعرفك انت وشكور منيح يا عبد الله، وبعرف انك مانك جاي لحالك، بعرف انك جاي برجالك معك، بس انا اجيت لحالي. يا أغا، أنا ماني جاي قاتل، أنا أجيت لحالي. هالرجال مانهم معي وأنا مجرد مرسال. ما بفهم بهالكلام. ادعي لها لهيلين تقوم، وإلا ساعده وباي باي. ومو بس ساعده والله، لأنه رح تكون بعده أنت. صح زياد ساكت هلأ، بس مو لأنه هو ضيف. الحق معنا يا عبد الله. اسمعني يا أخي، كل شي بقدر ساويه رح ساويه، طالما بقدر عليه طبعا. تقدر على كل شي. اسمع، خواريف جعفر بيرجعوا مثل ما راحوا من عنده بالعدد. 2، جعفر ما راح يبيعوا لبستانه أبدا مشان السد، والبيت والبايكة بدكن تصلحوهم، وبعد ما تنفذوا كل شروطنا المصاريف تبع المشفى كلها بتدفعوها. هيك بتكون عرفت كل شروط، وهدول شروط الحاج. أما هلأ شروط زياد. يعني هدول ما كانوا شروطه لزياد؟ اسمع ولا تقاطعني. خلي شكور يطلع فترة من الضيعة مشان اقنعه لزياد. هي الشغلة ما ضمن قدرتي. معناتها بيموت ساعده. روق شوي، أنا رح حاول نفذ كل شروطك واتركه لسعده. معك يومين بس. يا آغا، بنتي بخير الحمد لله، الشكر لله. الحمد لله. هيلين فقتي؟ الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم. الحمد لله على سلامتك. شكرا. أهلين زياد. أنت منيحة؟ منيحة. شكله مش الحال. ايه والله.
يلا سلموا الخواريف. اسمع مختار، بحسب الاتفاق بدهم يعطونا ال 300 خروف يلي هون. تمام. و100 خروف مقابيل البايكة. مزبوط. وهذا شيك التعويض تبع جعفر وفينه يروح ياخده من البنك. ايه صح. هيك بنكون نفذنا كل شروطكم. تمام يا ابني، صار فيكم تروحوا. شو عم تستنوا؟ تعالوا يلا خذوا الخواريف. دائما بالا خبرنا سهل بناتنا وزبط ما بيش من بالوطه غلط بخير سلامتي وهاتي لو ابي مكاني نقولنا وهم بخير سلامتي وهاتنا ابي بيا قرتي حبس فاني ويلا لا لا ويلا 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 لا يلا يلا اطلعوا.